السؤال ده ملخصه إن هي بتعمل إعلانات بميزانية 30 درهم ومستهدفة الإمارات، وبتواجه مشكلة إن الكامبين أول ما بتطلع الفيديو أو الصور بيجيب رسايل كتير، ولكن بمرور الوقت الرسايل بتبدأ تقل. في الحقيقة النوع ده من المشاكل نقدر نقول إن هو ليه أكتر من سبب، وممكن نغطيهم باعتبار أصلا إن أنا كنت مجاوب على سؤال زي ده قبل كده، ولكن ما كانش فيه الديتيلز اللي موجودة هنا. أول حاجة 30 درهم في الإمارات ده مبلغ يكاد يكون لا يذكر. إحنا لما بنتكلم على الإمارات بنتكلم في ماركت فيه ناس بتحرق فلوس بالالوفات، فبالتالي المبلغ ده قليل مش بيدخل المنافسه بالشكل الكافي. رقم اتنين وهو الاهم، وهو ان انا لما بطلع في فيديو الفيديو ده بيجيب اداء كويس او في صوره بتجيب اداء كويس، مش معنى كده انها هتفضل مكمله للابد بتجيب اداء كويس، لان فعليا الصوره دي راحت للجمهور، الجمهور تفاعل معاها، بتفضل يحصل فريكونسي للصوره دي مره واثنين وثلاثه، وممكن الجمهور يحصل له تشبع من الصور، فبالتالي طبيعي جدا ان الصوره دي او الفيديو ده الاداء بتاعه يقل على المدى البعيد. وعشان كده دايما مفيش حاجه بيكون اسمها كامبين شغاله بنفس الفيديو على مدار السنين والكلام ده كله، لازم هتحتاج تغير، لازم هتحتاج انك تشيل وتحط وهكذا. بالاضافه كمان للجزئيه بتاعه ان المنافسه بتزيد وتقل في المجالات، يعني مثلا انا ممكن اكون بصرف 100 درهم في اليوم وعلى مدار السنه الاداء معايا بيكون كويس، ممكن اجي في الفتره بتاعه العروض بتاعه البلاك فرايداي او اجي في سيزون مثلا بتاع الاعياد او غيره المعلنين بيزيدوا او بيقلوا، فطبيعي ان المنافسه بتتغير، فبالتالي حتى لو انا بصرف نفس المبلغ مش لازم دايما على مدار الشهور يجي لي نفس النتائج. بالاضافه الى ان المنافسه بتزيد من شهر للتاني وبتختلف من شهر للتاني، وكمان بتختلف من سنه للتانيه. يعني لو انا في شهر واحد السنه دي بجيب اداء، مش معنى كده ان انا السنه الجايه في شهر واحد هجيب نفس الاداء، المنافسه اختلفت، في منافسين طلعوا من السوق، في منافسين دخلوا السوق، فبالتالي الموضوع هيختلف تماما. فعشان كده افضل حل في النوع ده من المشاكل ان انا ما ينفعش من الاساس اني اعتمد على فيديو واحد بس او اعتمد على صوره واحده بس، انا بيكون عندي مجموعه كبيره جدا من الكرييتيفز وبفضل احطها عندي وبفضل اشوف مين الحاجه الوينر عندي، وبعد كده ببدا اعمل كرييتيفز جديده بعروض جديده او على حسب المواسم اللي انا مستهدفها، وببدا ادخلها برضو منافسه مع الحاجات القديمه اللي موجوده عندي، وبطلع بالوينر بشكل متواصل وهكذا الى ما لا نهايه. مع العلم في حته مهمه جدا، وهو ان في بعض الحالات ممكن تشغل صوره او فيديو وتعتمد عليها على مدار شهور والاداء يكون مستقر، وده بالفعل بيحصل وانا بكلم فيه عن تجربه، ولكن حاجه زي دي بتبقى نادره شويه ومش بتكون احسن حاجه، لان الجمهور بتاعك مش دايما بيكون متوقع انه هيشوف منك اعلان واحد بس، لانه مش دايما هيقتنع من اول اعلان، ممكن فعليا يشوف اعلان واثنين وثلاثه ويقتنع من ثالث اعلان بصوره مختلفه او بفيديو مختلف. ومع العلم احنا هنحتاج نحلل بيانات الفيديو ده او بيانات الصور دي من خلال الادز مانجر، ونشوف الناس بتكمل كام دقيقه من الفيديو اول ما بدا، وبعد كده بقت تكمل قد ايه، السي تي ار عامل ازاي، الفريكونسي عامل ازاي، الجمهور اللي راح له الفيديو ده هل اتغير، هل حصل فيه اي حاجه.